أهلا بكم في خلاصة الكلام. الحقيقة أنا موجود على السوشيال ميديا من فترة طويلة ومتابع بعض القنوات تقريبا من بدايتها، أو تقدروا تقولوا مش من بدايتها قوي، بس كانت لسه في الأول كأيام ما كان كل واحد لسه فيهم بيبدأ بال5000 و6000 متابع أو مشترك، وكان بيحقق له 100 مشاهدة والكلام الفاضي ده كله. بس الحقيقة الناس اللي وصلت كلها وصلت بالاشتغالات. كل الناس اللي وصلت لقنوات كبرت كلها كبرت بالاشتغالات. الناس اللي ماشية على مبدأ قنواتها ما بتكبرش، الناس اللي ماشية بالأصول قنواتها ما بتكبرش. فلازم كل واحد تلاقيه كبر كده عمل له حدوتة وعمل له بورتيكة كده وعمل له قصة انبنى منها مادة. المادة دي بدأت هي اللي تكبر القناة والكلام ده كله. طيب مبدئيا الصورة المصغرة اللي انتوا شفتوها في الفيديو دي الحقيقة لها ذكرى معايا، لان انا من اوائل الناس اللي بدأت في قنوات النقد. كنت بادئ من فترة طويلة وحضرت كل الناس دي. الصورة دي لها ذكرى معايا وليها مغزى، ان انا ممكن حد يقول لي بقى انت عامل فيديو عشان خاطر الصورة دي، لان الصورة دي فيها معاني كتير قوي 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 هنتكلم فيها. الصورة دي كانت بتاعة رضا وهو جاي من القاهرة في اجازة من ضمن الاجازات في بداية جوازه بمدام هناء. ما كانتش في البداية قوي، ولكن كانت من ضمن الحاجات، كانت لسه في عز ما هم كانوا لسه يعني كل واحد منهم يعني ما فيش اي حاجة في دماغه، لسه كل واحد منهم ولاقوا للتاني، كل واحد ايه باصص لاموره، شايفين ان لسه الدنيا مطولة ما بينهم. كانتش الامور زي الفترة اللي هي الاخيرة دي. فكانت في الفترة دي رضا نزل القاهرة وكانت هناء هنا موجودة في فرنسا. فكان رضا جاب من القاهرة اهله ادوله كل اللي يخطر على بالكو انه ممكن حد يشيله ويجيبه، ينفع اي حد ان هو يستفاد بيه مسافر. طبعا رضا زي ما انتوا عارفين ان هو كان قاعد شهر مثلا او شهر شوية، اكيد كل المنع كله، يعني كل المنع كله. امه جابت له كل اللي نفسه فيه واخواته جابوا له اللي نفسه فيه. يبقى دلوقتي الاكل ده كان مبعوت لمين؟ كان مبعوت لهناء. هناء في الفيديو ده كمان شكرت اهله وقالت انا بعتبرهم زي اهلي وبصراحة ما بيأثروش، ونعمة الام ونعمة الاخوات ونعمة 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 ونعمة، حاجات كتير قوي 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 ذكرتها في الفيديو ده. انا فاكر الفيديو ده كويس، ان رضا قعد يحول من التلاجة، يعني لما جم من السفر. طبعا هي راحت استقبلته استقبال الحافلين وعملوا كده حركات بقى حب وبتاع واحضان وكلام من كده. ولما روحوا، انا بتكلم بقى لما روحوا وبعدين بيوروا الناس، عاملين فيديو عشان يوروا الناس الحاجات اللي جت. كمية وز، كمية بط مشلتت، عيش مخبوز، قراقيش، الحاجات اللي انتوا عارفينها الجميلة، الملوخية، البامية، الحاجات اللي انتوا عارفينها اللي هي الحاجات الجميلة، الحاجات اللي هي بتبقى بلدي وحاجات جميلة، وفراخ شامورتو وفراخ بتاعه ووز وبط ورومي، كل حاجة. وزي ما انتوا شايفين الصورة مليانة خيرات. في حتة بقى كمان هو كان بيجيب حلاوة من السيد البدوي لعياله، فكان بيصور فيديو، فهي شافته فقالت له ايه ما تجيب لي حتتين حلاوة. زي ما انتوا شايفين هو جايب اكتر من 3-4 كيلو حلاوة ليها، يعني اللي هي طلبته اللي هو ابو سمسم ده، اللي هو ابو حمص، كانت طالبه 2 ولا 3. المهم الراجل جاب اكتر من 3-4 كيلو وهي شايلاهم في ايدهم زي ما انتم شايفين. فدليل على ان الراجل ابن كرم والراجل محترم، وان الناس دي كانت جايبين يعني ايه الحاجه دي لهناء، لان ابنهم في الشهر ده ولا الشهر ونص اللي قعدوا كل المنع كله. فالحاجات دي كلها كانت جايه لمين؟ كانت جايه لهناء. وهناء بعضمة لسانها شكرت الناس دي وقالت الناس دي فعلا انا بحس ان هم اهل التانيين، والست ام رضا دي امي واخواتهم، والولاد ولاد رضا ما بيعملوش فرق، كأني والدتهم، والكلام ده كله. يعني المدح كله جه من ناحيته. انتوا بقى عايزين تفهموني ان الست اللي في ثانية بتنسى ده كله؟ يعني مضمون الفيديو ان الست اللي بتنسى الكلام ده كله
وزيارات وناس واهل جوزي هتفتكر حاجة لعبير عشان استضافتها مرة؟ يعني انتوا متخيلين ان هي ممكن تبقى لا مؤاخذة، يعني ان هي لو فيه رضا عملت فيه كده وفي اهله كده هتعمل في عبير مش اكتر من كده؟ اذا كان جوزها واهل جوزها عملت فيهم كده وباعتهم ونسيت كل اللي كانت بتقولوا عليهم. يعني اي حد في الدنيا لما بيجي يحصل حاجه بينه وبين حد مفيش مشكله، خلاص قصه واتقفلت، حكايه واتقفلت. فاللي انا عايز اقوله لكم ان وارد جدا ان هي تعمل الكلام ده، لان هي اصلا بطبعها ما بقتش على ايه، على اهل جوزها. يبقى هتبقى على عبير اللي استضافتها 5 6 ايام ولا 10 ايام، او بينهم ومن بعض كانوا شويه مصالح ملهاش ريحه اللازمه. فمن الاخر مفيش حد اتلم عليها الا وحصلت نهايه معاه مش حلوه. قولوا لي على حد كانت تعرفه ما انتهتش علاقته بيه بمشاكل. قولوا لي على اي حد، انا عايز اعرف اي حد ما انتهتش علاقته الا بالمشاكل في الاخر. فمن الاول وفي الاخر انا حبيت اعمل الفيديو ده بقول ان الطبع غلاب، الطبع غلاب. مش ممكن حد هيكون بيسيء لاقرب الناس ليه ومش هيسيء لحد يعرفه صداقه. يعني بيسيء لاهل جوزي اللي كلت معاهم عيش وملح، يعني كلت مع اهل جوزي عيش وملح، هل انا هصون واحده انا اعرفها صديقه؟ فالحقيقه الطبع غلاب، وكل حاجه في الاول وفي الاخر بتبقى من الانسان. الانسان طبعه الستر بيستر، الانسان طبعه الفضايح بيفضح، الانسان ما بيصونش العيش والملح، ما بيصونش العيش والملح. اشكركم، ولو الفيديو عجبكم لايك وشير، واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.